كاينين بزاف ديال الناس ما كيبغوش راسهم وما كيحملوش راسهم، او بالاحرى كيكرهوا راسهم. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، معكم خديجه. المهم هاد الفيديو هذا صح ما كنتش معوله باش نديرو، ولكن كنت جالسه بحال هكا كنضر في انستغرام وشفت واحد الفيديو كيدوي على هادشي ديال الثقه بالنفس، كيدوي على حب الذات بحال هكا. وقريت شي كومونتيرات، لقيت ناس زعما كيكتبوا في لي كومونتير باللي راه ما كيبغوش راسهم، باللي زعما فيهم شي عيوب شي حاجه كي بحال هكا. وتفكرت بلي فاش كنت كنقرا في الليسي لقيت واحد البنت كانت كتعاني من هذا المشكل هذا، فقلت علاش لا ما نديرش عليه فيديو، ممكن ينفع شخص ولا جوج ولا ثلاثه، اللي نفعتو راه افضل. فبلا ما نطول عليكم خلونا نبداو. منين متى وحنا كنشوفوا باللي باش انك تسمى راك زوين وراك واعر، خاص يكونوا فيك واحد المعايير ديال الجمال. خاص مثلا يكون نفسك صغير، خاص تكون مثلا فمك يكون زوين، خاص الجسد ديالك يكون بواحد الشكل، يعني خاصك تكون بواحد المعايير باش تسمى راك واعر. وكنشوفوا مثلا الناس اللي داو الفلوس، فاش فوا كيديروا الفلوس كيمشيو كيديروا عمليه تجميل، سواء كيقادوا وجههم سواء كيقادوا شي حاجه في الجسد ديالهم، يعني كيقادوا راسهم باش يتسموا راهم زوينين. وداكشي باش دابا حاليا كنشوفوا مثلا بلي الناس كيربطوا راسهم، راه الا كانوا فيك هاد المعايير هادو راك زوينين. وكتشوف ناس اخرين اللي مثلا ما فيهمش دوك المعايير ديال الجمال كيتسموا راهم خايبين، يعني راه ما زوينينش. وهذا صراحه مشكل كبير، يعني واحد المشكل هو كبير وكاين بزاف. يعني واخا يبان لكم بنادم مثلا ما كيدويش عليه ولا هذا، ولكن كاين بزاف. شحال من واحد كيعاني منه، شحال من واحد ما حاملش راسو، شحال من واحد ما كيبغيش راسو، شحال من واحد كيهبط من راسو وكيقول بلي انا راني مزوينش. وهاد الناس هادو انا حضرت ليهم. بنادم فاش كيشوف راسو بلي ما فيش دوك المعايير ديال الجمال، اولا بنادم ما عطيش واحد القيمه، اولا بنادم ما مسوقش ليه وكيقول عليه خايب. كاين البنادم اللي كيقولها لك فوجئ كيقول لك انت راك ما زوينش. بنادم اصلا هو كتكون مزعزعه الثقه ديالو في راسو، ما كيبقاش يحمل راسو، كيولي كيكره راسو، يعني ما كيبقاش عاجبو راسو، كيولي كيشوف في المرايه وكيقول تفو على وجه، تفو على انا كي داير، تفو. وهادو ناس راه كاينين بصح. يعني تقدر مثلا نتوما كتفرجوا فيا تقولوا لا انا ما كنديرش كي بحال هكا، انا عاجبني راسي مزيان، ولكن كاينين الناس اللي كيطرى لهم كي بحال هكا. وبصح اقسم بالله انا فاش كنت في الليسي كنت كنعرف واحد البنت. المهم انا كنت كنعرفها من الكوليج، ولكن ما كانش واحد العلاقه نيت بيني وبينها تطلعنا لليسي. ديك الساعه وليت كنشوفها ما عمرها قرات معايا، ولكن كنا كنشوفوا بزاف صافي وليت كندوي معاها وهذا. وهي كانت واحد الانسانه اللي انطوائيه كتحشم بزاف وما عندهاش مع الناس. وانا جايكم علاش هادشي هذا كامل، جايكم الهضره. فانا كان كيعجبني صراحه زعما نتلاقى مع هاد الانواع هادو، زعما ماشي نديرهم صحابي ولكن نتلاقى معاهم نعطيهم هضره زوينه، يعني نعاونهم. يعني كيعجبني كي بحال هكا كنحس واحد الاحساس اللي هو زوين. فصافي هذيك فين ما كنتلاقاو كنبقاو ندويو. فوصل داك 2023 الباك الثاني، ديك الساعه كثرت العلاقه، ولينا كنتلاقاو بزاف، ولات كتعاود ليا بزاف. يعني صافي ولات كتشوف فيا باللي انا هي ديك اللي كنعاونها، كنعطيها ديك الطاقه اللي هي زوينه. فواحد النهار اشنو قالت لي خديجه انا كيقولوا عليا في القسم بلي راني مزويناش، وكيقولوا عليا في القسم بلي راني خايبه. اقسم بالله الا قالت كي بحال هكا والدمعه في عينيها، وكنعقل عليها دابا كي بحال غير اليوم طرات. وقالت لي ولكن صراحه انا خديجه انا راه بصح والله ما زوينه، شوفي وجهي كي داير بحال هكا كدوي كتحس بها باللي بصح راه السيده مدمره ومأثره بزاف اقسم بالله. وبقات فيا انا كنسمع ديك الهضره والله ما متخيله واش شي واحد باقي غادي يقول على راسو ديك الهضره. ولكن هي قالت لي راه في القسم ما كيخلونيش نتجمع معاهم، وهكا كيقولوا لي سيري راه زعما انت ماشي بحالنا وحنا واعرين عليك في لبسنا وفي كلشي. فبدات كتعاود ليا وانا بقيت غير مصدومه، كنشوف فيها مصدومه اقسم بالله. يعني ما قالت لي زعما انا راه بصح، قالت لي انا راني مزوينه، شوفي هما كي دايرين، شوفي هذا وهذا، وانا راني مزوينه بصح خديجه. قلت لها لا، قلت لها واش من نيتك، قلت لها واش انت حمقى، قلت لها راه الله خلقك
باحسن صوره، ما يمكنش تقولي على راسك كي بحال هكا. المهم من بعد ما بقينا بزاف كندويو فيما وليت كنتلاقى معاها بزاف، انا بالعين وليت كنتلاقى معاها وخديت المرته وهذا باش نولي نتلاقى معاها بزاف، وكل مره نلوح ليها كلمه، كل مره نلوح ليها هضره، باش تولي انسانه اللي نقدر نبدل فيها غير شويه. وهذا الشيء هذا راه يعني اي واحد فينا يقدر يديرو، ماشي غير انا. يعني اي واحد يعني كيقول لك الا ما قدرتيش تبدل شي حاجه حاول تبدلها غير باللسان ديالك، انك تعطي لواحد الانسان واحد الكلمه اللي هي ايجابيه، واحد الكلمه اللي هي زوينه، وتعطي واحد الطاقه اللي هي زوينه، وما تقولش شي كلمه اللي تجرحو. هذا فهذا بحد ذاته واحد العمل اللي هو كبير وزوين بزاف. فهاد الشيء هذا بقى داير ليا في دماغي، كنقول واه واش كاينين باقي ناس اللي كيفكروا كي بحال هكا، واش باقي ناس كيقولوا على راسهم كي بحال هكا. وانا عارفه بلي كاينين بزاف ديال الناس كيقولوا هاد الهضره هادي، بزاف ديال الناس ما حاملينش راسهم، بزاف ديال الناس. وكاين اللي كيكون يعني مقتنع براسو عاجبو راسو، ولكن المحيط ديالو او الناس اللي كيعرف بحال صحابو بحال عائلته يقول مثلا ما عاجبهمش. وهذا الشيء هذا كيكون السبب ديالو هو قله ديال الثقه في النفس، ما عنده ثقه في النفس ميته، ما مدقدق. فهمتوا؟ اول حاجه غادي ندوي لكم عليها ابار النظره ديال الناس وشنو غادي يقولوا، ولا مثلا كيفاش انت كتشوف راسك ولا شي حاجه بحال هكا. اول حاجه غادي نقول لكم هو هاد الذات حنا اللي حنا فيها، وهاد الجسد اللي عندنا وهاد الوجه وهاد الشيء دا كامله ماشي حنا اللي خلقناه، ماشي حنا. فاش مثلا غادي يجي عندك واحد الانسان وغادي يقول لك راك انت ما زوينش، راك انت خايبك انت، ويجي هو ويعيب لك في الصوره ديالك، اولا فاش كتكونوا جالسين في شي مجمع وينوض واحد ويعيب في واحد الشخص واحد اخر يكون كيف ما بغى يكون، هادي ابا انها قله الاحترام، شي حاجه اكثر من قله الاحترام. راه ما كتعيبوش هو، ولا كتعيب راسك، ولا كتعيب شي حد اخر، كتعيب الصوره ديال الله. حيتاش انا اللي مثلا غادي نقول دوك الناس احسن مني ودوك الناس زوينين وانا خايبه، شكون اللي خلقهم؟ حنا دابا ندوو في نطاق ديال الدين، شكون اللي خلقهم؟ خلقهم الله. يعني اللي خلقهم خلقني انا، شكون خلقني؟ خلقني الله. يعني اللي خلقني خلقهم. يعني انا فاش غادي نعيب في واحد الانسان ولا فاش نعيب في راسي وما غاديش نبغي راسي، انا كنعيب في الصوره ديال الله. خاصكم تعرفوا كنا مثلا حنا اللي كنختاروا وجهنا كيفاش غادي يكون، حنا اللي كنختاروا عينينا، حنا اللي كنختاروا نفنا، حنا اللي كنختاروا فمنا. كون على يقين باللي كاع داكشي اللي غادي تختار غيكون مخربق، غتكون عين الفوق عين لتحت، يكون نف هنا، غيكون فم خايب. الله خلقنا في احسن تقويم، في احسن صوره. الله خلقنا في واحد الصوره اللي هي زوينه بزاف، وميزنا على بزاف ديال الحوايج. فحشوم انك تقول على راسك خايب. امتى كان غادي يبقى فينا الحال ونقولوا لا علاش هادوك زوينين وحنا لا، وعلاش هادوك وعلاش هادوك؟ كنا حنا اللي كنقادو راسنا، كنا حنا اللي كنصايبوا راسنا، وكل واحد فينا كيصايب راسو. ما نقولوا ديك الساعه راه بصح نبداو نتناقشوا ونتغاوطوا، ولكن انت الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، هو اللي ميزك، هو اللي قادك، هو اللي خلق لك العقل، هو اللي قاد لك الجسد ديالك، هو اللي قاد لك وجهك، هو اللي قاد فيك هادشي كامله. فكيفاش كتقولوا لا احنا خايبين؟ بالعكس، خاصك تكون عاجبك ديك الصوره اللي خلقك بها الله، حيت الله ما كيخلقش شي حاجه اللي هي خايبه، كيخلق غير الحوايج الزوينين. وقال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يعني خلقنا الله في احسن تقويم، خلقنا بحوايج اللي واعرين، ميزنا بحوايج ما كاينش عند الكائنات الاخرين. ميزنا مثلا بالعقل، بزاف ديال الحوايج. مثلا الحيوانات ما عندهمش العقل، حنا ميزنا الله بالعقل، ميزنا الله بحوايج اللي هما واعرين. حنا هادشي هذا اللي عارفين الله، عارفين وجهها شنو فيه، عارفين الجسد، ما عارفينش اشنو كاين في الداخل. الله ميزنا بزاف ديال الخلايا، بزاف ديال الحوايج، خلق فينا الله حوايج بزاف. يعني خاصنا نكونوا حنا باغين هاد الذات اللي عطينا الله. يعني حنا تخلقنا في احسن صوره، تكون كيف ما بغيتي تكون كيف ما بغيتي تكون. واخا تكون فيك اعاقه، واخا تكون بكاملك ما فيك حتى شي حاجه، واخا تكون كيف ما كنتي، الله خلقك هكاك. راه ميزك على بزاف ديال الحوايج، ميزك على بزاف ديال الكائنات، ميزك على بزاف ديال الناس. فكون مفتخر بديك الصوره اللي عطيك الله. واحد كحل ولا واحد ابيض ولا واحد اسمر، كلهم بحال، كل واحد وجماله الخاص، كل واحد وكيفاش هو داير. فهمتوا؟ يعني ما نبقاوش نربطوا مثلا الجمال بانه خاصو يكون ابيض، ولا خاصو يكون في هذا اللون، وخاصو يكون عيني في هذا اللون، وخاصو يكون في هذا اللون.
كيفاش الله خلقك والا راك واعر. يعني خاصكم تشوفوها كي بحال هكا. انا الله عطاني هاد الصوره هذه، ماشي انا اللي اختاريتها، ماشي انا اللي اختاريتها، انا تزاديت تلاقيت راسي كي بحال هكا. فعلاش انا غادي نقول لا انا مزوينش؟ حيت انا صراحه كيعصبوني دوك الانواع ديال الناس اللي كيبداو يعيبوا في الناس الاخرين، كيبداو يعيبوا فيهم شو كيداير، شو وجهو كيداير، شو مثلا هذاك طويل بزاف، شو هذاك قصير، شو هذاك كيداير، شو هذاك غليظ، شو. وحنا مالنا؟ وهذاك خلق الله. راه انت ما كتعيبش في داك الانسان، راه كتعيب في اللي خلقه، كتعيب في هذاك اللي خلقك واللي خلقه هو. ما فهمش انا كيفاش كيفهم بنادم ولا مثلا كيقول لك لا راك انت ما زوينش وانت فيك وفيك هاد العيوب وهذا وهذا. واش نتوما بعقلكم؟ ما فهمتش والله، ما فهمت. انا كيجيني بنادم اللي كيقول بحال هكا راه مريض بصح خاصو يمشي يتعالج، وحق الله يمشي عند شي طبيب نفساني ويمشي يتعالجوا. وصراحه انا هادشي هذا كيعصبني. يعني فاش كنشوف شي واحد كيبقى يعيب شي واحد اخر، والله الا كيعصبوني بحال هكا. بعد ما تكطرى حدايا نقدر نعاير بنادم حدايا ما سوقيش. المهم ممنوع شي واحد يعاير شي واحد قدامي، حيتاش كاملين خلقنا الله، وحتى واحد فينا ما خلق راسو. كنا كنخلقوا راسنا ممكن نديرو هكا، ولكن ماشي حنا اللي كنتحكموا كيفاش غادي نكونوا، ماشي حنا اللي كنتحكموا في كيفاش كنكونوا. بنادم اللي باقي كيقول راسو راه ما زوينش وانا خايب وهذا، شوفوا جلسوا مع راسكم، جلسوا مع راسكم، بعدوا على الضجيج ديال الدنيا كامله، وجلسوا مع راسكم وفكر غير بالعقل، وقول انا شكون خلقني الله. شكون الله سبحانه وتعالى اللي خلق هاد الارض كلها وهاد الكون كامله، وخلق لينا هادشي هذا كامله. يعني الله كيخلق غير الحوايج الزوينين، الله عمو خلق لينا شي حاجه خايبه. كل شيء اللي كيخلقوا زوين، كائنات زوينين، اي حاجه فوق هاد الكره الارضيه زوينه، وبدع في الصنع ديالها. وكيف ما بدع في الصنع ديال هادشي هذا كامل، ديال البحار والجبال واي حاجه كتشوفوها وكتقولوا واو ما شاء الله زوينه هاد الحاجه هذه، زوين هاد البحر هذا، زوين هاد الجبل هذا. راه نفس الحاجه معك حتى انت ولا انت بجوجكم. الله بدا في الصنع ديالكم، كيف ما بديتكم الله بدا في الصنع ديالك. فيك شي حاجه اللي كتميزك على الناس الاخرين. انا ما كندويش على هذوك اللي مشاو كيديروا عمليه تجميل، هذوك ولا فوتوكوبي ولا كلهم كيتشابهوا ولا ما بقاوش. دابا بنادم كيشوفهم والله ماشي شي حاجه، واخا كيمشيو كيديروا دوك عمليه تجميل، كينفخوا فمهم، كيقادوا كيصغروا نيفهم، داك التخربيق اللي كيديروا في وجههم، والله العظيم ما كيكونش فيهم واحد القبول ديال الله. انت الله خلقك وبدع في الصنع ديالك وقادك وميزك على بزاف ديال الكائنات، وقادك كاملك من راسك حتى لرجليك، وعطاك واحد القبول وعطاك كل شيء، وفي الاخر تقول على راسك انا راني خايب. والله لا سميتو معادله ما مفهوماش. جلسوا مع راسكم كما قلت لكم، جلسوا مع راسكم ودوروها في دماغكم. انا شكون اللي خلقني؟ صافي، اين فوا تعرف هادي وتفهمها مزيان فرا صافي. ديك الساعه اللي شكون ما كان كيف ما بغى يكون، يجي شي واحد ويقول لك شي حاجه يمشي يقولها لراسو. انا عارف راسي زوين وصافي. بنادم كيبغي بعض المرات يمرض شخص اخر. كاين واحد الانواع اللي في هذه الحياه هذه الدور ديالهم هما الطاقه السلبيه، هذا هو الدور ديالهم في هذه الحياه هذه. اللي لقاوه مثلا هو هذا كيبغوا انهم يطيحوه، ولكن هذا السبب ديال من الاول، السبب هو ديالك انت ولا انت اللي كتصنت ليهم. حتى شكون كان واحد الحب ديال كتبغي راسك بزاف ما غاديش ياثر فيك داكشي، واخا يقول عليك بنادم اللي بغى يقول عليك ما سوقكش فيهم. فهمتوا؟ يعني وحاجه اخرى، حب الذات راه ماشي انانيه. عما كان حب الذات انانيه، انك تبغي راسك ماشي انانيه. حب الذات ماشي هو الغرور. كاين اللي كيسحاب ليه بلي انا الا كنت كنبغي راسي وكيعجبني راسي راه انا مغرور. لا، كاين فرق بين الغرور وحب الذات. حب الذات هو انك كتبغي داكشي اللي خلقك به الله، كتبغي الصوره اللي خلقك بها الله، كتبغي اي حاجه فيك، كتبغي عينيك، كتبغي فمك، كتبغي نيفك، كتبغي اي حاجه فيك، كتبغي شعرك، كتبغي اللون ديال البشره ديالك، كتبغي اي حاجه فيك، اي نقطه كاينه فيك كتبغيها. يعني هذا ماشي غرور. وفاش كتكون كتبغي راسك يعني انت راضي بديك الهديه اللي عطاك الله، بديك الروح اللي عطاك الله. فهمتي؟ وغادي تحافظوا عليها حتى تموتوا، حيت خاصكم ترجعوا الامانه كيف ما كان. حيت اي حاجه فينا راه غادي تحاسبوا عليها واحد النهار. اي حاجه كيف ما كان، راه حتى انك تمرض راسك وما تبغيش راسك، هادشي هذا غادي تحاسب عليه واحد النهار الا ما بدلتيش الطريقه.
فهمتوا؟ يعني علاش انا غادي يبقى فيا الحال وغادي نبكي وهذا، وانا شي حاجه اللي ماشي انا اللي تحكمت فيها، لا ماشي انا اللي كنتحكم في راسي. كونوا تفهموا، ماشي انت ولا انا اللي تحكمنا باش اننا نقادو راسنا. لا ما معادله ما هياش. حاولوا تفهموا هاد الهضره هذه اللي قلت لكم. فاش غادي تفهموها مزيان وتفهموا هاد النقطه هذه اللي قلت لكم دابا، غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج، وديك الساعه غتبداو تبغوا راسكم بشويه بشويه. هو يدلي ماشي من غدا مثلا غادي تبداو تبغوا راسكم، هذا لا ما يمكنش، ولكن بشويه بشويه. يعني مثلا دوك الانتقادات اللي كنتو كتقولوا لراسكم بحال انا راني مزوينش، هذا بالعكس غادي تقول انا زوين والله خلقني في احسن صوره وفي احسن تقويم وميزني على بزاف ديال الكائنات، الحمد لله والشكر لله على هاد النعمه هذه، والحمد لله على هاد الروح هذه، والحمد لله على هادشي اللي خلقتيني به. وغادي تحمد الله وتشكروا على هادشي هذا كامل، وتولي تبغي راسك. فهمتوا؟ يعني خاصكم تبغوا راسكم، شي حاجه اللي ضروريه قلت لكم، ماشي شي حاجه انانيه. الانانيه خلوها في حوايج اخرين، ولكن حب الذات راه ماشي انانيه. حاولوا تبغوا راسكم، شي حاجه مهمه. حاولوا تدووا قدام المرايه يقول انا راني زوين، بحال هكا قولوا انا راني زوين. ما كاينش شي واحد اللي يزعزعني، وما كاينش شي واحد اللي غادي يخربق ليا راسي ودماغي. انا عارف راسي، انا الله اللي خلقني وميزني، الله اللي خلقني بالعظمه ديالو وبالجلال ديالو، هو اللي خلقني انا، ماشي شي واحد كي بحالي كي بحالو. خاصك تعرفي بلي فاش ما كتكونيش كتبغي راسك، شوفي وكوني متاكده منها 100% او لا 1,000,000% بلي حتى واحد ما غادي يبغيك. امبوسيبل انه شي واحد يبغيك كيف ما بغى يكون هذا النوع هذا، صحابك، عائلتك، حتى واحد ما غادي يبغيك، حيتاش انتي بحد ذاتك ما بغيتيش راسك. فكيفاش الناس غادي يبغوك؟ لا يعقل انهم الناس غيبغوك وانت ما غاديش تبغي راسك، ماشي هي هذيك. ولكن فاش غادي تكوني كتبغي راسك وكتحماقي على راسك وعاجبك راسك بكاع العيوب اللي فيك، باي حاجه فيك عادي، ومن بعد كاع الناس غادي يبغوك. داكشي اوتوماتيكيا بحال هكا، داكشي قانون كيطبق على كل شيء. فاش كتكوني ما كتبغيش راسك وما كتحمليش راسك، كوني على يقين باللي الناس غادي يطيحوا منك، الناس غادي يجفوا بك. عرفتي شنو غيشفوا بك؟ الله كي بحال هكاك. وبصح ديك البنت ديك الساعه انا فاش كانت كتعاود ليا مسكينه بحال هكا، كانت كتجلس معاهم كتبغي انها تكون معاهم في دوك التجمعات ديال القسم وداك الشيء، بحال هكا كيديروها كي بحال واحد الانسان اللي هي نكره، وهي كانت ديك الانسان اللي كتحسي بها بلي اصلا ما حاملاش راسها وما كتحملوش بمره، بحال هكا ومخلينها ومبعدينها عليهم ودايرين لها كي بحال جفاف. فهمتوا؟ هو المشكل منهم بجوج، ماشي غير منها ولا غير منهم، بجوجهم. هي ما كتبغيش راسها وهما حتى هما لقاوها بحال هكاك وزادوا عطاوها، حتى هي اصلا هي اللي ولا ما باغاش راسها. كيفاش الناس غادي يبغوها؟ دابا حنا راه في 2025، ما نبغيش شي واحد اللي بقى عنده هذا المشكل هذا ديال لا انا ما كنبغيش راسي، لا انا ما كنحملش راسي، لا انا عندي هاد الديفو هذا، لا انا فمي داير بحال هكا، لا انا عيني داير بحال هكا. ومن بعد وفيقوا توقدوا معنا، الله يهديكم. وراه شوف راسك ولا شوفي راسك داكشي الزوين فيك. راه كل واحد فينا، شوفوا كل واحد فينا فوق هذه الكره الارضيه الله خلقه بمميزات ديالو وعيوب ديالو. حنا كلنا فوق هذه الكره الارضيه عندنا عيوب، ما كاينش شي واحد فوق هذه الكره الارضيه ما عندوش عيوب، كلنا عندنا عيوب. ما يمكنش شي واحد فينا ما يكونش عنده شي عيب، ضروري ولا بد. ولكن كيف ما كاين عندك عيوب، فراه كاينين عندك حوايج اللي مميزينك نتيا عليا انا، وانا مميزه على واحد الانسان واحد اخر، وداك الانسان مميز على واحد الانسان واحد اخر. يعني كل واحد فينا عنده حوايج اللي مميزين. واش فهمتوني؟ يعني كاملين زوينين، كاملين عندنا عيوب. فحاولوا تبغوا راسكم. وباش انك تبغي راسك ماشي غير بالهضره، هو الهضره كتعاون، هو صراحه كتعاون انك ديك الهضره اللي كتقول راسك كتلعب دور كبير. انك مثلا تبقى تقول راسك تفو انا خايب اشد الحياه، توف علاش انا تزاديت كي بحال هكا، غادي ندير فلوس وغادي نتبدل، ما سوقيش غادي ندير عامل التجميل. فهمتوا؟ غادي تاثر على دماغك بصح يبدا يقول لك دماغك انت خايب، والناس غادي يقولوا لك عندك الصح، عندي اكبر وحده شفناها خايبه وما ما فيك حتى شي حاجه زوين. فهمتوا؟ ولكن الا كنتي كتقول الهضره معاكسه، هضره واحده اخرى مثلا كتقول الحمد لله انا راني زوين، وانا عارف بلي راك خلقتيني في احسن صوره وفي افضل صوره وميزتيني على بزاف ديال الناس، وانا كنحمدك وكنشكرك على هاد الصوره هذه كيف ما خلقتيني، انا راضيه بها حيت انا عارفه شكون اللي خلقني، عارفه بلي الله بالعظمه ديالو هو اللي خلقني انا. وبما انه الله اللي خلقني
راه بدع في الصنع ديالي، بدع في الصنع ديالي، يعني باش انه يقاد فيا اي حاجه فيا، راه بدع في الصنع ديالي. يعني نشوفها كي بحال هكا، هاد النقطه هادي صافي نفضيو معاها ونساليوها. قلت لكم موراها كيجيو الافعال، باش انك كتحس بديك الثقه وبداك الحب وهذا، فكيخصك تعلم حوايج، كيخصك دير حوايج. يعني مثلا واحد الانسان غير جالس، ما داك الانسان فاش كيكون جالس ما كتكونش عنده واحد الثقه في راسو بزاف بحال هكا. العكس ديال واحد الانسان اللي كيطيح وكينوض وكيمشي كيخدم، مثلا كيمشي كيقرا، كيمشي كيتعلم مهارات اللي هما جداد. مثلا فاش كدوز بحال انا مثلا دوزت واحد ستاج، من خلال داك ستاج هو كان عادي، ولكن من خلال داك ستاج حسيت براسي درت شي حاجه، ولا فاش كنتعلم شي حاجه كنحس براسي كندير شي حاجه. وداك الشيء فاش كنتعلم انا مثلا دوك الحويجات كتزاد عندي واحد الثقه في النفس. فهمتوا؟ يعني كيعجبني راسي شويه، يعني درت ودرت. فهمتوا؟ كي بحال هكا، يعني بنادم مابقاش جالس، يمشي يتعلم ويستافد ويشوف حوايج اللي هما اللي جداد، يتعلم مهارات اللي هما جداد اللي غادي ينفعوه في الشخصيه ديالو. راه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، بلي راه ماشي كاملين كنتزادوا معلمين، ماشي كاملين كنتزادوا عارفين، ماشي كاملين كنتزادوا مثلا عندنا واحد الحاجه، ولكن بنادم كيمشي كيتعلم ليها وكيمشي كيتقاتل عليها باش انه يولي عارف ليها. فهمتوني؟ وكي بحال هكا فاش مثلا كتبقى تتعلم وكتمشي مثلا كتقرا وكتجيب النقاط هذا، داكشي كيتكون عندك وكيبقى يتجمع 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 حتى كتولي كتحس بواحد الثقه اللي هي واعره. فهمتوا؟ حيت راه الثقه من غير، كاين واحد النوع اللي كيتزادوا بها، كاين واحد الفئه اللي كيتزادوا بها، ولكن كاين واحد الفئه ما كيتزادوش بها. ولكن في ديك الفئه كاينين جوج فئات تاني. كاينين فئات اللي كيبقاو بحال هكاك ما طايقينش في راسهم، ما حاملينش راسهم، والفئه الاخرى كيكتسبوها، كيمشيو كيتقاتلوا باش كيكتسبوا ديك الثقه. فهمتوا؟ الثقه بالنفس، كيمشيو كيخدموا على راسهم، كيخدموا على المخاوف ديالهم. يعني مثلا انا كنخاف من واحد الحاجه، كنمشي كنتقاتل عليها باش انني ما نبقاش نخاف منها، ومن بعد فاش كتصدق ليا وكتقاد كتولي عندي ديك الثقه بلي انني راه درت شي حاجه. ونقولها ونعاودها، هو انه حب الذات راه ماشي انانيه، بل هو شي حاجه اللي اساسيه خاصها تكون، شي حاجه اللي ضروريه منها. قبل ما نشوفوا الحوايج الاخرين خاص تكون عندنا حب الذات، حيت الا ما بغيتيش راسك راه حتى واحد ما غادي يبغيك. ماكم غادي تعرفوا انكم تبغوا الناس، حيت نتوما براسكم ما كتبغوش راسكم، فكيفاش الناس غادي يبغوكم ولا نتوما غادي تبغوا راسكم؟ فهمتوا؟ وفي نفس الوقت حب الذات راه شي حاجه اللي مهمه، شي حاجه اللي مهمه في هذه الحياه هذه كامله. اقسم بالله، يعني حاولوا تعلموا. وحاجه واحد النقطه واحده اخرى كنشوفها مهمه، وكنشوفها باللي كتعاون انك تبدل 180 درجه، واللي هي تقللوا من نقد الذات. بلاص انك تبقى تقول حوايج لراسك خايبين وتنتقد راسك وتقول حوايج خايبين، حاولوا تقولوا حوايج زوينين لراسكم، واخا غير بالكذوب، واخا غير ماشي زعما من القلب، ولكن حاولوا. هذه كتلعب دور كبير اقسم بالله. كيقولك مثلا فاش كتكون ما كتكونش عندك واحد الثقه بالنفس اللي هي كبيره، كيقولك تصنعها. كاينه في هذا واحد المقوله كيقولك تصنعها، تصنع ديك الثقه، ومع الوقت غادي تلقى راسك باللي راك وليتي عندك شخصيه اللي هي زوينه وعندك واحد الثقه بالنفس اللي هي زوينه. نفس الشيء تقريبا مع هذا النقد هذا. يعني بلاص مثلا انا غادي نجلس ونبقى نقول هضره خايبه لراسي، نقلب الهضره ونقولها زوينه. نحاول نشوف في المرايه ونشوف في المرايه ونقول هضره زوينه لراسي، نقول الحمد لله، نشوف المميزات اللي فينا. كل واحد فينا يشوف الجوهر اللي في الداخل ديالو. كل واحد فينا فوق هاد الكره الارضيه عنده واحد الحاجه اللي كتميزه، عنده واحد الجوهر في الداخل ديالو مختلف علينا حنا كاملين. كل واحد فينا عنده شي حاجه لداخل، ماشي كي بحال الناس الاخرين. فإلا قلبتي عليها وشفتيها غادي تبدل نظرتك لراسك 180 درجه. فهمتوا؟ كل واحد فينا فيه شي حاجه اللي هي زوينه، وكنا سواسيه. يعني ما يجيش شي واحد ويقول لك شي هضره ماشي هي هذيك. ولكن في نفس الوقت الا كنتي انت ماشي من النوع اللي ما كتبغوش راسكم، ولكن كنتي من النوع اللي كتعيب في الناس الاخرين، فحاولوا تبدلوا هاد الطريقه هذه، حاولوا تبدلوها. حيتاش ممكن تجيك عاديه، ولكن كاينين الناس اللي كيتجرحوا وكيبقى فيهم الحال. ماشي كاع الناس اللي الا تقات لهم الهضره كتجيهم عاديه، ولكن كاينين الناس الا تقات لهم شي هضره يقدروا يبقاو الليل كامل فايقين كيبكيو، ولا يقدروا يبقاو الليل كامل مأثرين، ولا يقدروا يبقاو حياتهم كامله مأثرين
ومجروحين، حط راسك بلاصتهم، فراه ما تبغيش شي واحد يديرها لك. وتقدر تقولوا مثلا لا راه مابقاش هاد النوع وحنا دابا في 2025 وهذا، ولكن لا، كاين هاد النوع هذا. وانا شفتهم في لي كومونتير ديال واحد الفيديو، شفت الناس هكا كيقول لك انا راه كنت كنبكي غير دابا شفت الفيديو تاع داك الانسان وصافي، وطلعوا لي المعنويات وهذا. وشفتها مع ديك البنت اللي كنت كنعرف انها كانت بعض المرات كتبدا تبكي، واخا تعيا وما تخيلوا، ولكن انسانه تبدا تبكي وتقول لك لا راه كيقولوا عليا وانا ما زويناش وانا هذا وانا ما حاملاش راسي، فراه شي حاجه اللي كضر في الخاطر. اقسم بالله الا كضر في الخاطر وبزاف. وانا عارفه بلي كاينين الالاف بحالها، وكاينين الالاف ديال الناس وبنات ودراري كلشي. يعني خاصنا نتعلموا ونعرفوا شنو كنخرجوا من فمنا. بلاصه كيقولك بلاصه تقولها خايبه قولها زوينه. اشنو غادي تخسر؟ ما غادي تخسر والو. ياك ما الا قلتي هضره زوينه غادي تبقى يدك تماك، ولا غادي يبقى فمك تماك، ولا شي حاجه بحال هكا، ولا غيطيحوا لك شي حاجه، ولا ما عنده ما يطرى ليك. يعني علاش انا غادي نقول هضره خايبه لشي واحد ونجرحو ونكون انا سبب باش ان داك الانسان يولي ما حاملش راسو، ولا داك الانسان غادي يولي مكتئب بسببي؟ انت غادي تنساها، ولكن الله ما غاديش تنساها. الله غادي يعكس لك بزاف ديال الحوايج، والله غادي يخرجها لك في حوايج اللي انت ما كنتيش منتظرهم، كاع ما كنتيش متخيلهم انهم يطراو ولا شي حاجه كي بحال هكا. يعني علاش انا غادي نمرض واحد الانسان؟ فهمتوا؟ ومهم نرجعوا لموضوعنا، واللي هو حاولوا تبغوا راسكم. والله شي حاجه اللي هي زوينه أبار. يعني اصلا الا كنتي انت كتبغي راسك، ابار الناس اشنو كيقولوا، ديك الساعه فاش تولي كتبغي راسك ولا انت كتبغي راسك، فما غاديش تبقاي مسوقه الناس شنو كيقولوا. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها انا عاجبني راسي. فهمتوا؟ ديك الساعه اللي بغى يقول شي حاجه يقولها حنا ما سوقناش واه. اللي ما قدو فمو يدوي حتى بشي حاجه اخرى. فهمتوا؟ يعني ديك الساعه انت فاش كتكون فاهم وعارف وفاهم مزيان باللي ما كاينش شي واحد اللي يزعزع ليا انا راسي، ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي وغادي يمرضني انا في راسي، وخايبه هي انا خايبه، ومن بعد شنو غيطرا؟ انا عارفه راسي انا زوينه، انا بوغوصه. فهمتوا؟ يعني انا اللي شوف راسك بحال هكا ديك الساعه بنادم غادي يحاول انهم يطيحوا منك وهذا وهذا، ولكن من بعد فاش غادي يشوفوك بلي راك ناضي ولا راكي ناضيه، والله العظيم الا عمرهم باقي غادي يقولوها. والله الا عمرهم باقي غادي يتجرؤوا غايقولوها، حيتاش عارفين بلي داكشي هما اللي باغيين يوصلوا ليه ما وصلوش ليه. داكشي هما اللي باغيين يوصلوا كلي ويمرضوك ما وصلوش ليه. فغادي يمشيو يشوفوا، يمشيو يقلبوا على شي فيكتيم واحد اخر، يمشيو يقلبوا على شي انسان واحد اخر اللي ماشي بحالك انت ولا انت ما قضاو فيك والو. فهمتوا؟ وهادو اقسم بالله العلي العظيم الا انا تلاقيت مع هاد الانواع هادو، كتلاقى معاهم كدوي معاهم شويه وفي وسط الضحك يحشوا لك شي هضره. والله العظيم هكا انا اخر مره كاع كنت حدا سميتو لونفي باش ندخلو نقراو، والدريه زعما كنعرفها وهذا وهذا، ولكن زعما كانت كدير معايا السوايع. ومهم كان في ديك الساعه فاش كنا في الباك، المهم فيما كنتلاقاو سلام وهذا، ولكن انا صراحه نيتي كان صافيه. وكنا واحد المره اخر مره جالسين كي بحال هكا، ماشي جالسين، كنا حدا الباب باش ندخلو، كنتسناو البروف يجي باش نتبعوه ندخلو حتى حنا، وواقفين والله الا واقفين بزاف البنات. انا دوك صح دوك البنات كاملين ما كنتش كنعرفهم، حتى كنعرف بنت وحده، ولكن مع الهضره وهذا صافي تجمعنا كاملين، وحنا كندوي تحشي لي واحد الهضره بحال هكا. قلت لي ها خديجه بغيت تحشي لي واحد الهضره بحال هكا، كنت نشوف فيها. قلت لها يا اختي الحمد لله انا زوينه وانا عاجبني راسي. قلت لها كيف ما بغيت يكون عندي رجلي، ما يكونش عندي رجلي، نكون معوجه، نكون ما عرفت كي دايره، نقول لها الحمد لله الله خلقني في احسن صوره والحمد لله انا عاجبني راسي. قلت لها يمكن كدوي على راسك حيت الواحد، قلت لها بحال هكا، قلت لها الواحد فاش كيكون كيحس بشي نقص راه كيحاول يخرجوا في الناس الاخرين، كيحاول يعبر عليه من خلال الناس الاخرين. قلت لها ممكن ياك ما انت عندك زعما شي حاجه بحال هكا، وتقولي لا خاطر راني ضاحكه معاك، ولا لا زعما ما تفهمينيش غلط، راني كنت غير ضاحكه كي بحال هكا. وهي ودارتها المشكله جوج المرات، داكشي باش عرفتها بلي راه ما كتضحكش وبلي راه بصح كتفشي لي الهضره وكيتحبها. واش انا غادي يبقى فيا الحل؟ بالعكس انا زعما مسوقه وعطيتها علاش كتقلب وصافي. ومره اخرى حضرت ليها مع بنت وحده اخرى، يعني كاينين واحد الناس اللي كيبغوا انهم يعيبوا فيك. هذيك هي خدمتهم في هذه الحياه، يعني تكونوا مجموعين مع الناس
ويبداو يعيبوا فيك، شوفي انت كي دايره، شوفي مثلا شعرك كي داير، شوفي انت كي دايره، فهمتوا يعني. ولكن ديك الساعه كتكون الخدمه ديالكم هي اللي مهمه. ان بنادم شي واحد غادي يقول لك شي هضره ما هياش، غادي تجاوبو في البلاصه وغادي تعطيه جواب علاش كيقلب. اما الا سكتي لي وقلتي بصح بصح راه سرك، حيتاش انت هي اللي فتحتي لهم داك المجال انهم يبداو. وكتكون هذيك غير بدايه، اون فوا كيعرفوك باللي راك سميتو كتسكتي وبلي زعما انت ما حاملاش راسك وهذا، صافي غتولي هذيك هي سميتك. داكشي باش كيديروا هو تولي سميتك، وهي اللي غادي يبقاو يعاودوها لك العام كامل. ولا كنتي كتقراي في المدرسه ولا فيما كنتي كتقراي، غتبقى هذيك هي السميه. ولا وتا صحابات مثلا ولا شي بحال هكا، فهمتوا يعني. بنادم كاينين حدود، كاينين حوايج اللي ما خاصكش تقيسيهم. ما تقيسينيش في راسي، ما تعايرينش هذا، فهمتوا يعني. كاينين حوايج اللي خط احمر انها تجي مثلا من غير كان داكشي من باب الفكاهه، ولكن باب الفكاهه ماشي مع كلشي، فهمتوا يعني. كاينين ناس محدودين مثلا خوتك هذا عادي داكشي كطلعوا على بعضياتكم. ولكن شي شخص واحد اخر مثلا ما فتحش ليه انت داك المجال والله تعرفتوا ويجي هو يقول لك شي حاجه ما هياش، فخاصكم تدوروا فيهم، فهمتوا يعني. ماشي كاع الناس عندهم ديك حسن النيه وقلبهم بياض وما قصدوا فيها والو. دابا بنادم راه ماشي حنا كاينين شحال هادي، حنا دابا راه في 2025. شوفوا الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تبدلوا النظره ديالكم لراسكم، راه هي اهم حاجه. راه الا ما كنتيش كتبغي راسك راه ما غتطفروش في هذه الحياه هذه. راه اول حاجه خاصها تكون هي حب الذات. وكما كنقول لكم حب الذات راه ماشي شي حاجه اللي الا بغيت انا، شي حاجه اللي اساسيه، فهمتوا يعني. شي حاجه اللي مهمه في هذه الحياه هذه. حاولوا تخدموا عليها، عادي خدموا عليها اليوم وغدا واليوم وغدا، حتى تلقى راسك واحد النهار راك وليتي زوين، وليتي كيف ما خاصك تكون، فهمتوا يعني. حاولوا تخدموا على راسكم مزيان، وما تنساوش بلي راه كل واحد فينا عنده واحد الجوهر، وكل واحد فينا راه ميزو الله بحوايج اللي هما زوينين. انت ولا انتي ماشي بالضروره انكم تكونوا كتشابهوا، ماشي بالضروره انك يكونوا فيك دوك المعايير اللي في ديك الممثله، ماشي بالضروره يكونوا فيك دوك المعايير اللي كاينين في ديك عارضه الازياء ولا ديك المؤثره ولا هذيك ولا هذيك، ماشي بالضروره. كل واحد فينا وجماله كيفاش، كل واحد فينا والله كيفاش خلقوا، فهمتوا يعني. حنا ما كنتشابهوش، حنا كاملين فوق الكره الارضيه شي ما كيشبه لشي. كل واحد فينا الله كيخلقو. كاين اللي خلقها الله بشعرها كورلي، كاين اللي خلقها الله بشعرها شويه حرش، كاين اللي خلقها الله بشعرها رطب، كاين اللي خلقها الله بيضه، كاين اللي خلقها كحله، كاين اللي سمره، كاين الالوان، كاين كل وحده وكيفاش. كاين اللي عينيها زرقين وكاين اللي عينيها كحلين. ولكن ما كيعنيش انها اللي عينيها زرقين ولا خضرين راها زوينه على اللي عينيها كحلين وعسلين. كلنا زوينين، كل واحد فينا والجمال ديالو. ما كاينش فينا وحده خايبه ووحده زوينه. شوفوا انا هذه كنحاول نطبقها في حياتي 100%. انا كنقول لها وديما اي بنت كنشوفها فقط، اي بنت كنتلاقى معاها كيف ما بتكون كتجيني زوينه. اي بنت زوينه، اي بنت زوينه، اي وحده فينا كلنا زوينات، حتى وحده فينا ما خايبه، فهمتوا. هو كاين وحده اللي مهليه في راسها وهذا، وكاين وحده اللي ما مهليش في راسها. كما قلت لكم حنا كاملين زوينين، كلنا زوينين، كل واحد وهو كيفاش داير يعني. انا ما خاصش يبقى فيا الحال على شي حوايج اللي تافهين كي بحال هكا، شي حوايج اللي ماشي حنا اللي كنتحكموا فيهم. وفهموها مزيان، ماشي حنا اللي كنتحكموا فيهم. كاينين حوايج اللي بصح حنا كنتحكموا فيهم، ممكن هادوك نناقشوهم ونتغاوتوا عليهم ويبقى فينا الحال عليهم. ولكن كاينين الحوايج اللي ما عندناش دخل فيهم، ماشي حنا اللي كنختاروا، ماشي حنا اللي كنكونوا حاضرين باش يتقادوا، ماشي حنا كنحلوا عينينا كنلقاو راسنا في واحد الشكل. يعني خاصنا نكونوا مفتخرين بداك الشكل، ونكونوا مفتخرين براسنا، ونكون هاجمنا راسنا، ونكونوا كيف ما حنا، فهمتوني. نكونوا كيف ما حنا، حيتاش كل واحد فينا وكيفاش، كل واحد فينا وهضرته، كل واحد فينا وكيفاش لبسه، كل واحد فينا هو يعني. واحد ما غادي يكون الاخر، واحد ما غادي يشبه الاخر. كاين واحد الانسانه كتلقاها كتلبس واحد اللباس في شكل كيجي معها غير هي، كاين واحده واخا كتلبس واحد اللباس في شكل كيجي معايا. كاينين الهضره كل وحده وهضرتها، كاينه هذه كدوي في شكل وهذه كدوي في شكل. ما كيعنيش انا الا دويت بديك الطريقه راني غادي نولي زوينه، ما كيعنيش انني الا دويت بالطريقه الاخرى راه غنولي خايبه. كل واحد وهضرته، كل واحد وكيفاش هو داير، فهمتوا يعني.
ما نتبدلوش ونبقاو كيف ما حنا. يعني ما هذه كتدخل ما نتبدلوش، كتدخل في ديك التصنع. كاين بزاف ديال بنادم كيبدا يتصنع، كيتصنعوا في الهضره، كيتصنعوا في بزاف ديال الحوايج. لا ما نتصنعش، انا اللي غيبغيني كيف ما انا. البنات صحاباتي ولا كيف ما كانوا، لا يبغوني كيف ما انا. يعني ماشي باش انني نرضي واحد الانسان ولا نرضي واحد الانسان خاصني نبدا نتعوج في الهضره ونقاد هضرتي باش انهم يبغوني. لا يبغوني. بنادم هو لا يبغي كيف ما انتي، كيف ما الله خلقك. واش فهمتوني؟ وفاش كتكوني انتي كيف ما انتي وما كتبدليش وما كتصنعيش، حيت التصنع والله العظيم الا خايب. شنو التصنع؟ ما شنو التصنع؟ تتصنع على بنادم ومن بعد الا تصنعتيها شنو غادي تستافد؟ ما غادي تستافد حتى شي حاجه. يعني انا علاش غادي نتصنع من الاول؟ فهمتوني؟ وكما قلت لكم حاجه اخرى، بنادم ما خاصوش يتبدل. كيف ما الله خلقك خاصك تبقى. بنادم يتعلم ويستافد وهذا، ولكن حاولوا تبقاو كيف ما نتوما، حيتاش ديك الشخصيه الله باش خلقك بها، راه الله خلقك بديك الشخصيه وجعل لك فيها القبول، يجعل لك فيها حوايج اللي هما زوينين. يعني ماشي بالضروره انني نتبدل ونتصنع باش نعجب الناس. راه خاصكم تعرفوا ان غادي تبدا تصنع وتعوج باش انك تعجب الناس، راه كتبان لا علاقه، وكتبان ماشي هو هذاك، وكتبان خايب، وما كيبقى عليك لا سر لا ملحه ولا قبول، ما كيبقى عليك والو. فهمتوا؟ يعني بنادم يبقى كيف ما هو، وتبغوا راسكم كيف ما نتوما، كيف ما بكاع العيوب اللي فيك. نهار تبغوا راسكم بكاع العيوب اللي فيكم، صافي هذاك ستاج الاخر. والله نهار تبغي راسك بكاع العيوب، كاع العيوب اللي كاينين فيكم في الشخصيه ديالكم، صافي دزتي واحد المرحله اللي هي كبيره بزاف. فهمتوا؟ دزتي نقصتي واحد المرحله اللي كبيره بزاف. وانا كنقولها وكنسطر عليها، اقسم بالله، ونعاودها ونقولها. حاولوا تبغوا راسكم، حاولوا تفكروا باللي الله راه خلقنا في احسن تقويم، وميزنا على بزاف ديال الكائنات وبزاف ديال الناس، ونحمد الله ونشكروا على هذيك النعمه وعلى هذه الهديه هذه اللي رزقنا بها، ونتهلاو في راسنا ونشوفوا حوايج اللي كيستاهلوا اننا نفكروا فيهم، ونشوفوا حوايج اللي كيستاهلوا اننا نمرضوا راسنا عليهم. اما هذا الشيء هذا تاع لا انا كنبغي راسي، لا انا ما كنبغيش راسي، ما كنحملش راسي، هذا الشيء هذا راه حنا في 2025 ما خاصوش يبقى. كلنا زوينات، ما كاين حتى شي وحده خايبه. واللي كيبدا يتفلسف عليكم يقول لكم لا هاد المعايير هما اللي زوينين وهادو لا، هادوك ابلوكيوهم وحيدوهم من حياتكم كامله، حيت راه ما كايناش. كلنا زوينين. وتنتوما الا كنتم مثلا كتقولوا على الناس كتعيبوا فيهم، حاولوا تحيدوا هاد القضيه هذه، حيت راه الا عيبتي في بنادم كي بحال كتعيب في الصوره ديال الله. راه ما كتعيبش داك الانسان، راه زوين بيك ولا بلا بيك، ولكن راه كتعيب الخالق اللي خلقك وخلقه. شكون خلقك انت؟ الله. وشكون خلقه هو؟ الله. يعني حاولوا تفهموها مزيان. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. حاولت انه ما يكونش طويل بزاف، يعني كيقول لك الكلام ما قل ودل. نحاول نقول لكم هذاك الشيء اللي مهم. يعني اصلا كاينين فيديوهات بزاف في يوتيوب ابار ديالي، ادخلوا وتستافدوا وتشوفوا، غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج. ابار الفيديوهات ها في القران الله عطانا ايات اللي دوا باللي راه خلقنا مزيان وخلقنا بافضل صوره، وهذا يعني هادشي هذا كافي باش انك تكون كتبغي راسك. فهمتي؟ شي حاجه اللي هي كافيه، ما عندهاش تفلسف واحد اخر، وما عندهاش هضره واحده اخرى. يعني غير اللي بغى يبقى في الدوام. اما بنادم دابا خاصو يكون كيبغي راسو. وانت ما كنتيش كتبغي راسك، حاولوا تخدموا على راسكم. شي حاجه اللي مهمه، ماشي عاديه وانما اساسيه في هذه الحياه هذه. فهمتوا؟ مهم كنتمنى يكون فيديو خفيف ظريف على قلوبكم، ونكون وصلت لكم الفكره مزيان. حاولت داكشي اللي زعما اللي في قلبي قلت لكم، ما كاين لا تعويج لا حتى شي حاجه. وكما كنقول لكم ديما، اللي عنده افكار ولا عنده شي حاجه اخرى يكتبها لينا في لي كومونتير ونقراوها كاملين ونستافدوا كاملين. المهم نحاولوا نتعاونوا بيناتنا في هاد لاشين هادي، حتى غادي نكونوا بحال عائله، واحد يعاون واحد يوري الواحد، يعني يجمعنا هدف نبيل. نحاولوا يكونوا حوايج اللي كنستافدوا منهم، ونستافد انا وتستافدوا نتوما ونستافدوا كاملين. المهم هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.